السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشتركوا في القناة وحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معانا منزل للبيع، بسم الله ما شاء الله، مساحة حلوة جدا. المنزل يا جماعة مساحة 140 متر، 140 متر، بسم الله ما شاء الله. كمان قواعد وعمدان وسميلات، وبسم الله ما شاء الله كمان معاه كل التراخيص، كل التراخيص. يعني معاه تصريح مباني 4 أدوار، تصريح مباني 4 أدوار. في قلب المنزل 16 عمود، 16 عمود، متأسس حلو جدا بسم الله ما شاء الله. كمان يا جماعة المنزل مساحة 140 متر، بتحوط زي ما حضراتكم شايفين، مش ناقص إلا السقف بس، مش ناقص إلا السقف بس. يعني بسم الله ما شاء الله. كمان جميع المرافق موجودة قدام المنزل، جميع المرافق موجودة، يعني صرف صحي موجود. كمان يا جماعة موجود الغاز والكهرباء والمية، كل حاجة. كمان المنزل واخد تصريح من تصريح مباني من الوحدة المحلية، وكمان معاه أوراق التصاريح، ومعاه أوراق متسجل في الشهر العقاري. وكمان مساحة حلوة يا جماعة بسم الله ما شاء الله، مساحة 140 متر. كمان هو برخص التراب، بمعنى كلمة برخص التراب يا جماعة. أنا مش عارفة بصراحة المنزل ده مظلوم معايا. المنزل بصراحة حلو جدا ويستاهل، وقواعد وعمدان وسميلات 16 متر. سعره مش حق شقة، يعني كمان سعره مش حق شقة، وهيشيل معاك إن شاء الله 4 أدوار، 4 أدوار بسم الله ما شاء الله. قواعد وعمدان وسميلات. وكان هو ما قصدوش بس يا جماعة غير إن شاء الله السقف والردم بس. يعني حاجة محترمة جدا، حاجة محترمة جدا. المنزل مساحة 140 متر، متأسس قواعد وعمدان وسميلات، داخله 16 عمود، واخد تصريح مباني 4 أدوار. كمان جميع المرافق موجودة قدامه، الغاز والكهرباء والمية والتليفون الأرضي والصرف الصحي، كل حاجة يا جماعة. المنزل مساحة 140 متر. سعره بقى يا جماعة، سعره 150 ألف جنيه. سعر المنزل 150 ألف جنيه، بشرط، بشرط لأن طبعا 150 ألف جنيه ده مش حق التكاليف اللي بس في المنزل، مش حق العمدان والسملات والمساحة، ومش حق الأرض يا جماعة. هو صاحبه هيبيعه ب150 ألف جنيه علشان خاطر الدور الأرضي واخد تصريح مسجد. يعني تخيل انت بقى لما يكون في بيتك مسجد، تخيل البركة اللي هتبقى في بيتك وعلى عليك وعلى عيالك بسم الله ما شاء الله. وسعره يا جماعة مش حق الأرض، يعني اللي هيبص له مش حق الأرض ولا حق القواعد والعمدان والمصاريف اللي موجودة فيه. كمان مرخص، واخد 4 أدوار. انت ممكن تشتري أصلا بيت وما تعرفش تبني أكتر برضو من 3 أدوار فيه، بسبب مساحة الشارع مثلا، ممكن تكون مساحة الشارع صغيرة، بسبب يعني حاجات كتير، بسبب ان مثلا الدولة بتصرح لك ب3 أدوار أو دورين أو 5 كده يا جماعة. لكن المنزل اللي معانا والله والله انت ممكن كمان في الدور التاني تقسمه شقتين مش شقة واحدة. يعني انت لو هتبص للمساحة، مساحة 140 متر، يطلع معاك شقتين في الدور التاني، او شقة كاملة كبيرة بسم الله ما شاء الله، والعيال تجري وتلعب فيها بسم الله ما شاء الله يا جماعة. او شقتين، كل شقة تطلع فيه مساحة 70 متر، يعني مش شقة، مش هتبقى صغيرة. كمان كل المرافق موجودة، كل المرافق. يعني انت بس هترمي سقف، هترمي سقف وهتبني الدور التاني. وبعدين انت معاك تصاريح، معاك تصاريح، وكمان مسجد في بيتك. يعني بسم الله ما شاء الله، بركة فوق ما تتخيلوا عليك وعلى عيالك بإذن الله. سعره 150 ألف جنيه يا جماعة. المنزل بينك وبين حلوان نص ساعة، بينك وبين حلوان نص ساعة، 10 كيلو بالميكروباص. قرية الشرفة يا جماعة أنا اتكلمت عنها كتير قبل كده، بينك وبين حلوان نص ساعة. بتنزل محطة حلوان وتركب عربية الشرفة أو قرية الشرفة. ليها طريقين، طريق من كمين 15 مايو، بتعدي على كمين 15 مايو، وبعد كده بتخش على طريق الاستيراد
وتخش على قرية الشرفاء، أو من ناحية مفكو حلوان. هي المحطة اللي بعد التبين على طول. لو حضراتكم تعرفوا التبين، بينك وبين حلوان يا جماعة نص ساعة، بينك وبين حلوان 10 كيلو. المواصلات قربت الدنيا، مفيش دلوقتي حاجة بعيدة، بسم الله ما شاء الله. كمان القرية كلها مدارس وابتدائي وإعدادي وثانوي ومستشفى، سوق يومي، سوق أسبوعي. القرية حيوية جدا فوق ما تتخيلوا، مليانة ناس بسم الله ما شاء الله يا جماعة. قريبة من حلوان، الجامعات كلها في حلوان، المصانع كلها في مايو. يعني بسم الله ما شاء الله يا جماعة. بصراحة البيت ده هدية هدية للي هيشتريه. رقم التليفون اللي معانا رقم الأستاذ محمد عكاشة. رقم السمسار يا جماعة مش بيفرجكم على المنزل، ما مش بياخد منكم أي فلوس، وهو بيفرجكم، والمعاينة معلهاش أي فلوس. ولو حتى اشتريت مفيش سمسرة، ما بياخدش منك سمسرة ولا فلوس من المعاينة ولا فلوس السمسرة. كمان يا جماعة السمسار مضمون 100%. ناس محترمة فوق ما تتخيلوا، الناس اللي هتفرجكم على المنزل، الناس دي يا جماعة ناس محترمة فوق ما تتخيلوا. السمسار حاجة محترمة، هو وعياله بسم الله ما شاء الله يا جماعة. روحوا وهم هيفرجوكم وتحت أمركم، وهيرحبوا بكم جدا، وهتشوفوا القرية وانتوا نفسكم لما تروحوا بإذن الله هيعجبكم المكان. انا عارفه طبعا يا جماعه ان في كتير بيقعدوا يعني يشتموني في التعليقات، وبيقولوا عليا رغايه ومش عارف ايه. انا ما بردش على حد، وبمسح تعليقه اللي بلاقيه تعليقه وحش او هيأذيني نفسيا، بقوم مسحه تعليقه وبقول الله يسامحه، حسبنا الله ونعم الوكيل وخلاص. لكن يشرفني اي حد فيكم طبعا يتفرج عليا او يسمعني او يعلق لي على دماغي وعلى راسي. وبعدين يا جماعة أنا بعمل فيديو 5 دقايق، مش فيديو مبقاش يعني كتير، ولا هو نص ساعة ولا ربع ساعة زي قنوات الروتين والحاجات دي. يعني فيديو خفيف، وبرضه الناس بتزعل. لكن انت لو حضرتك هتبص لها ان انا بقدم لحضرتك خدمة وحضرتك موجود في بيتك، سعر المنزل 150,000 جنيه. 150,000 جنيه يعني ببلاش. مش عاوزة من حضراتكم غير